ويا صباح الجمال والروقان على احلى حبيبات في الدنيا، ان شاء الله تكونوا في افضل حال. وحشتوني جدا. دايما يا بنات بنسمع جملة البيت ده دافي ومريح، وجملة تانية تقولي البيت ده كئيب وناشف وبيدخل الخنقة في الصدر. تفتكروا إيه السر؟ السر مش في العفش الغالي ولا في مساحة الشقة الكبيرة. السر كله في الترمومتر بتاع البيت. السر فيكي انتي يا حبيبتي. البيت اللي طاقته إيجابية ودافي، وراه ست واعية وهادية ومرتاحة نفسيا. والبيت المتوتر اللي كله خناق وزعيق، ورا ست طاقتها خلصانة ومطفية ومش حاسة بالأمان. في فيديو النهاردة هنفتح مع بعض كتالوج الست الرايقة الواعية، وهنقول بالتفصيل الممل ازاي ترجعي الدفا والهدوء لبيتك ولروحك، وازاي تفهمي واجباتك وحقوقك وتعيشي في قمة السكينة والروقان. جهزي فنجان القهوة المظبوط وتعالي ندردش مع بعض. أول حاجة لازم تحفريها في دماغك: بيت سعيد يعني ست سعيدة، بيت مرتاح يعني ست بالها طويل ورايقة. انتي الأساس. لما تصحي من النوم مضغوطة وبتندبي حظك وعصبية، طاقتك دي بتتنقل فورا لكل ركن في البيت. ولادك هيتنرفزوا وجوزك هيقفل من المكان. عشان كده أول واجب عليكي اتجاه بيتك هو انك تهتمي بنفسيتك انتي الأول. افصلي الفيشة عن النكد، اشحني طاقتك بكلمة حلوة، بقعدة رايقة، بركعة في جوف الليل، وبفنجان قهوتك اللي بتشربيه بمزاج. لما انت تروقي البيت كله هيمشي على نغمة روقانك. وتاني حاجة وفري طاقتك من الناس المؤذية. نيجي بقى لسر من أسرار الست الواعية التقيلة: وفري الوقت والطاقة اللي بتضيعيهم في تفكير عن الناس المؤذية وقلالات الذوق. كم مرة قعدتي طول الليل دمك محروق بسبب كلمة قالتها حماتك أو جارتك أو واحدة قريبتك في تجمع؟ كم مرة نكدتي على جوزك وعيالك بسبب ناس برا البيت أصلا؟ الست اللي بالها طويل بتعمل ايه؟ بتعمل حظر نفسي للناس ديت. طاقتك غالية وبيتك أولى بكل ذرة مجهود وصحة عندك. انشغلي بنفسك وبعيالك وبيتك، وسيبي الناس في قيل وقال، وخليكي دايما في قمة هيبتك وبرستيجك. وتالت حاجة بقى التقرب من ربنا هو حصنك. السر التالت وده اكسير الدافع الحقيقي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقرب من ربنا بيغير طاقة البيت 180 درجة. املي بيتك بالذكر الطاهر. الذكر مش بس سبحة، الذكر يعني الصلاة في وقتها. وسورة البقرة شغليها الصبح بتطرد الشياطين والنكد. أذكار الصباح والمساء اللي بتحصن عيالك. والأهم من كده الشكر: ولئن شكرتم لأزيدنكم. بصي للنعم اللي في ايدك. عندك سقف مداريكي، عيال بصحتهم ما شاء الله، وجوز شغال وبيسعى. اشكري ربنا عشان النعم تزيد والدفا يملى الحيطان. اما رابع حاجة تقدير الشريك الواعي. وتعالي بقى نتكلم بوعي وشياكة عن الراجل اللي في حياتك. الراجل العظيم مش هو اللي معاه فلوس كتير. الراجل العظيم بجد هو اللي شايل مسؤولية بيته وعياله، بيحترم مراته وبيقدر تعبها وبيكون ليها ظهر وسند وقت الأزمات. لو جوزك في الصفات ديت وبيسعى عشانكم، يبقى يستاهل منك كل التقدير وكل كلمة حلوة واستقبال رايق. الست الذكية هي اللي بتخلي بيتها المغناطيس اللي بيجذب جوزها عشان يلاقي فيه الراحة والهدوء بعد شقة وتعب برا البيت. كوني له سكن، هيكون ليكي أمان. يا بنات، البيوت الرايقة بتتبني بالحب والوعي والبال الطويل والروقان اللي بنتعلمه سوا هنا. خليكي دايما المصدر الشيك اللي بيشع نور وأمان في بيتك. وما تنسوش تكتبولي في التعليقات تحت ايه اكتر حاجة بتحسي انها بترجع الدفا والهدوء لبيتك ونفسيتك. ومستنية تشتركوا في قناتكم بهدوء مع منى وتفعلوا الجرس عشان نكبر لمتنا مع بعض.
كانت معاكم منى. يا رب دايما في أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.